صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا 10 جنيه بصري توقيع أحمد زندو، القاهرة، في 6 إبريل عام 1964. أحمد زندو، توقيع أحمد زندو. آدي الوجه الأول للعملة. البنك المركزي المصري، 10 جنيهات مصرية، 6 إبريل 64، توقيع أحمد زندو. الرقم بتاعها رقم عادي مفهوش أي تمييز، لكن زي ما احنا شايفين هي ورقة جميلة جدا. هنشوف دلوقتي مع بعض الوجه التاني للورقة. الوجه التاني زي ما احنا شايفين ما كانش بيحمل صور فرعونية زي الأوراق المصدرة حاليا. طبعا احنا عارفين ان اي ورقة وعملة سعرها بيتحدد على حسب حاجتين: الحالة بتاعتها ونظرتها. وزي ما احنا شايفين الحالة بتاعت العملة دي حالة عادية، مش عنصر. اتمنى طبعا ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو اذا اعجبكم، وفي حالة لو الفيديو لم يعجبكم اعمل عليه ديسلايك واكتب سبب عدم اعجابك بيه ايه. اتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتدعمونا حتى يصلكم كل جديد. والى اللقاء في لقاء قادم باذن الله تعالى. نتمنى ان احنا نكون افدناكم. بالمناسبة الورقة دي وهي بحسنتها كده وبسعرها بيبقى حوالي 60 جنيه. الورق ده مش غالي، يعني زي البعض بيعتقد ان هو الورق ده بيبقى غالي، لكن اوعى تعتقد ان هو غالي جدا لانه مطبوع منه كتير. فالورقة دي اقصى سعر ليها 65 جنيه حسب حالتها. الى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله.